أن يحب الإنسان آل بيت سيدنا محمد ويتطاول على أصحابه، هذه لا تتسق أبدا. ولا نفهم أن يأتي في عصرنا إلى مصر من يتوهم أنه سيعلم آل مصر محبة آل البيت بتطاوله على مقام ساداتنا الصحابة. قف عند حدك أنت في مصر. هذا بلد علم الدنيا محبة آل البيت. هذا بلد اتسع للسيدة زينب عقيلة آل البيت في وقت ضاقت بها المدينة بما رحبت فأخرجت من المدينة. قال لها عبد الله بن عباس لما رأى الحزن في عينيها الشريفتين وقالت أخرج من بلد أبي وجدي، قال ارحلي إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله. فلا حاجة لنا بأن ننتظر من يأتينا من هنا وهناك ليتفلسف في مصر عن محبة آل البيت. هنا تدار كؤوس محبة آل البيت. هنا تسكر الأرواح بمحبة آل البيت. حب آل مصر لآل البيت هو حب حقيقي، لأن الحب الحقيقي لا يقترن بالتطاول وسوء الأدب والبغضاء. الحب الحقيقي لا يعرف إلا الصفاء. الحب الحقيقي جعل أصحابه يعلمون أنهم يحبون آل البيت لأنهم آل محمد، ولهذا هم يحبون الصحابة لأنهم أصحاب محمد. فرضية تعظيم الصحابة ومعرفة قدر الصحابة وإحياء السنة بالتحسس من ذكر آل البيت أيضا فرضية مرفوضة بعيدة. لا تتكلم لي عن السنة وأنت لم تذق محبة آل بيت من جاءك بالسنة. السنة القرآن في بيتهم نزل، والسنة سنة جدهم، وأهل البيت أعلم بما فيه. وقد صح في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وأثنى على الكتاب ثم قال وعترتي آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. وفي زيادة لعلها في الترمذي ألا وإن اللطيف الخبير قد أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلا يتوهم افتراق بين السنة وبين آل البيت. فلا يأتيني شخص متطاول على مقام ساداتنا الصحابة بدعوى حب آل البيت. عفوا، ما عرفت حب آل البيت.